السلام عليكم. بروح ايجابيه دائما تنتمنى من الله الفيديو ديالي يلقاكم في صحه جيده، والله يعطي كل واحد ما تمناه في خاطره. عافاكم اللي شاف الفيديو ديالي يدير ليا واحد اللايك وتابونا عندي في القناه ويرسل الفيديو مع الناس والحباب اللي كيعرف، وتنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. البنات هذا الفيديو زوين بزاف، ثقوا بيا. جيت هاد الفيديو خصيصا للبنات الشاب اللي كنقول دائما اللي كيديروا مواد تجميل على قد الحال، او كاينه اللي ما تتقدرش على مستحضرات التجميل اللي غاليه، او المواد اللي فيها برودوي شيميك تتفضل انها ما ديرهاش بزاف للوجه ديالها. داكشي باش قلت والله تنشارك معكم هاد التجربه ديالي، لان اصلا هاد الماسك متيخطانيش ودرته في صابونه وصراحه عجبني وعطاني واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، وقلت غنشاركها مع البنات اللي عندي في القناه. صابونه دوف ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. غتاخدي صابونه دوف، انا شخصيا كتعجبني هذه ديال الخيار، غادي تحكيها في حكاكه رقيقه وغتزيدي عليها موارد المقطر يكون طبيعي. تزيدي عليها نص كاس او لا كاس على حساب الكميه اللي طحنتي ديال الصابونه. انا شخصيا قلت لكم كتعجبني هاد الصابونه ديال الخيار، كترطب كتحيد الهالات اللي تحت من العين، وغتزيدي عليها واحد المعلقه ديال المايزينا. وشكون فينا البنات اللي ما كيعرفش مايزينا؟ ومن بعد المكون السحري اللي هي النيله الزرقاء، سر جمال صحراويات، سر جمال كوريات. هي النيله كتخلي واحد لابريونس في الوجه زوينه، واللي مجربها غيكون عارفني بلا ما نهضر عليها بزاف. وغتزيدي قطرات ديال زيت اللوز الحلو وفيتامين او، اللي ما عندهاش كيبقى اختياري. غتخلطي هاد المكونات كامله حتى يندمجوا مع بعضياتهم، وتذوب داك الصابونه مع داك الماء الورد اللي طبيعي، ويتجانسوا المقادير او المكونات يوليو على شكل كريم مع بعضياتهم. ومن بعد غديريهم في دوك مكعبات الثلج، اولا في اي اولا في بواطه، ولا شوفي انتي الطريقه علاش غادي تخبي هاد الصابونه وتبقاي تغسلي بها الوجه ديالك. غديريها على شكل ماسك تقريبا 3 دقائق 2 دقائق، ومن بعد تبقاي تماسي فيها بهذا الشكل على وجهك ويدياتك وعنقك، وتخليها واحد شويه، ماشي بزاف اولا حتى تنشف، غير شويه تحسي بالبشره ديالك حسات بديك المواد ودخلات في البشره ديالك. ومن بعد غتقوميها اولا غديري على شكل تخدميها على شكل دائري بهذا الشكل اللي كتشوفيني كندير انا لايدي. غديريه لايدياتك والوجه ديالك، وثيقي بيا غسليه بالماء ديال الروبيني كيف تنقول لكم دائما، وشوفي النتيجه بعينيك. هاد الخلطه اللي كتشوفي قدامك خلطه سحريه، ما غاديش تجربي الا ما جربتيهاش بنفسك، ما غاديش تثيقي بيا ولا ما غاديش تعرفي النتيجه الا ما جربتيهاش. خلطه زوينه عيم منعيه ما نقول لكم. الجماليه او شحال زوينه هاد الخلطه، الا ما جربتيهاش بنفسك ما غاديش تثيقي بيا. هاد الخلطه غادي تخلصك من الشوائب اللي في وجهك، غتخلصك من الهالات السوداء، غتخلصك من البقع الداكنه في الجسم ديالك بحكم ديك المواد اللي فيها طوف، وفيها ماء الورد اللي زوين وغنية عن التعريف. ماء الورد اللي كيحيي البشرة ديالنا وكيجعلها دائما كتبدو في منظر شبابي. والنيلة الصحراوية اللي غنية عن التعريف كيف كنقول لكم. النيلة الصحراء هي سر جمال الصحراويات. النيلة الصحراء هي سر ديال الجمال ديال بزاف ديال الناس اللي كتشوفي في البشرة ديالها كتبان لك الحيوية والنضارة فيها. ثقوا بيا النيلة الزرقاء وتكون طبيعية، تكون فري كيف كنقول لكم، تاخدوها من عند شي انسان اللي يكون موثوق بالله كيبيعها. وغنقول لكم واحد السر باش تعرفوا النيلة الصحراوية واش هي فري ولا ماشي فري. خودي واحد طريف ودوزيه في يدك، ومن بعد مسحي بواحد المنديل. الا ما بقاش لك زروقه بزاف في يدك راها طبيعيه، الا خلات لك زروقه بزاف في يدك راه ماشي طبيعيه غير صباغه. النيله الصحراء
الصحراويه عفوا زوينه للوجه، كتخلصك كيف قلت لكم من الكلف، من البقع السوداء. يمكن لك ديريها لعنقك، لايديك، الركابي ديولك، اي بلاصه كتحسي بالسواد فيها بزاف ديال السنين. حاولي تبقاي ديريها دائما. دخلي اختي للقناه ديالي وغادي تصيبي ماسكات دايرهم بالنيله. انا ما كتخطانيش النيله الصحراويه، دائما عندي في الداري، ودائما كنستعملها في لي ماسك ديولي، حيت كتعجبني بزاف. وكنديرها في التبريمات ملي كنبغي نمشي للحمام، كتعجبني بزاف. وبالنسبه للمايزينا، راه ما شاء الله عليها، اللي مجربينها غيعرفوا بحقها. مايزينا زوينه، كتفتح البشره، كتخلي داك السواد يوم على يوم ما كيبقاش، كتجبد لينا البشره، كتحيي الكولاجين، وكتخلي واحد الاشراقه في الوجه اللي زوينه بزاف. زياده على ذلك كيف قلت لكم، هاد المكونات كامله كينسجموا مع بعضياتهم. ديري هاد الخليط اللي قلت لك في واحد مكعبات الثلج اولا في واحد البواطه، ومن بعد غادي ديريها في الثلاجه، وبقاي دائما تغسلي بها الوجه ديالك واليدين ديولك واي بلاصه فيها السواد، وتفكريني. وعافاك ما تنسينيش مني تدخلي القناه ديالي، ديري ليا واحد اللايك تكون زوينه بحالك، وديري ليا واحد التعليق حتى هو يكون زوين بحالك، وشاركي الفيديو ديالي في الواتساب مع البنات اللي كتعرفي ولا العائله ديالك باش تعم الفائده. ثقوا بيا البنات، راه اي حاجه عرفتوا بها ناس اخرين راه عندكم فيها حسنه، خصوصا الا كانت هاد الحاجه فيها فائده وخير ليك ولغيرك كيف تنقول دائما. ونساعدوا بعضياتنا، وقالك فاعل دال فاعل الخير الله اللي غيجازيه، والله يجازي كل واحد، والله يعطينا على قد النيه ديالنا. هادشي اللي نقدر نقول لكم البنات. وهاد الخلطة راه عجيبة، غير جربوها وغادي ترجعوا عندي للقناة، وغتخليو ليا تعليق، وغتقولي الله يجازيك بخير، خلطة لي زوينة. غير حاجة اللي غادي نوصيكم عليها هو المكونات. حاولوا تاخدوا من عند شي انسان اللي كيكون موثوق به وكيخاف الله، باش يبيعهم لكم طبيعيين بالنسبة للماء الورد وبالنسبة للنيلة. هاد جوج مكونات خص ضروري يكونوا طبيعيين، ويكونوا كيف كنقول لكم فري، باش تنجح معكم الوصفه، وان شاء الله توصلوا النتيجه اللي بغيتو، وتحصلوا على واحد الوجه فيه واحد لابغيونس، واحد النضاره اللي زوينه. وكيف كنقول لكم دائما، باش اللي شافكم قولكم اش كديروا الوجه ديالكم، تكوني مصالحه مع نفسك، وتكون البشره ديالك والوجه ديالك دائما فيه ديك الاشراقه اللي زوينه، وتثقي في نفسك وتحسي براسك حتى انتي راضيه على راسك وراضيه على البشره ديالك. وحتى لهنا وغنقول لكم الفيديو ديالي سالا. شكرا لكل واحد تابونا عندي في القناه، ولا عمل ليا لايك ولا شارك الفيديو. وبسلامة عليكم، وتهلاو في روسكم، إلى فيديو قادم.